عليكم ومرحبا بكم حبيباتي الكريمات. ان شاء الله تكونوا ملاح ومهنيين وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نحضر معاكم تحلية الطبقات بالفلان، تحلية راقية وسهلة وبسيطة وبمقادير متواجدة في كل بيت. ما نطولش عليكم، اللي دخلت جديدة نقولها مرحبا بك، نورتيني ونورتي القناة. فقط تضغطي على زر الجرس باهي يلحقك كل جديد، وأيضا ما تنسينيش بالجام للدعم والتشجيع وللمزيد من الوصفات، وباه يطلع الفيديو إن شاء الله. هيا معنا باه نشوفوا المقادير، فرجة ممتعة طيبة. بسم الله على بركة الله، نبدأ إن شاء الله الوصفة تاعنا. عندي هاد البلاطو المقاييس تاعو 25 على 25 سنتيمتر. ناخدو هاد الكاطو تاع بيتي بور، هذا نستعملو انا بالتحليات، هاو لو بابي تاعو. ونوجدو كذلك كمية من القهوة بريس. انا هاد البول درت فيه 2 بريس وفرغتهم هنايا. نبداو ان شاء الله على بركة الله. نحكمو الكاطو تاعنا، هاد لو بسكوي هذا، ونوجدو القهوة كما قلت لكم، ونبداو نشمخو بالوحدة هكذا، ما نشمخوهمش بزاف، هكذا ندخلوهم داخل القهوة هذيك ونستفوهم حبة قدام وحدة على هذا الشكل. هذه الطبقة الأولى. نروحو للطبقة الثانية، نفس الشيء لكن نعكسو الاتجاه. نشمخو الكاطو تاعنا ونبلاصيو الحبة تاعنا عكس الاتجاه الحبة الأولى، فوالا بهذا الشكل. نفس الطريقة نشمخو، قلت لكم ما تشمخوش بزاف الكاطو باش ما يتفتت لكمش وما يذوب لكمش. نكملو مع باقي الحبات، نتحصلوا على طبقتين هذا الشكل. اذا كان الكاطو تاعكم خشين ديروا طبقه واحده، اذا كان رقيق نديروا طبقتين. نحكموا الملعقه كما راكم تشوفوا ونبداو نضغطوا على الكاطو باش يتماسك الطبقه الاولى مع الطبقه الثانيه، فوالا بهذا الشكل. نضغطوا جيدا باش يصرى التماسك بيناتهم، فوالا. المرحله الاولى كملناها. نروحوا للفلان. الفلان هدايا ناخدو فيه نصف لتر من الحليب، نصف لتر من الحليب ما يعادل كأسين ونصف من هذا الكاس اللي يوزن 220 ملي. درنا الكاس الاول، نزيدو الكاس الثاني ونزيدو النصف، قلنا كأسين من الحليب ونصف، فوالا. نحطوهم في كاسرونه. واش نزيدو علبة تاع الفلان كراميل. هاد العلبة فيها 50 غرام من الفلان. يجينا بالملعقة حوالي 3 ملاعق كبار تاع الأكل، يجونا حوالي 3 ملاعق، نعم كي حسبتهم جاوني 3 ملاعق كبار. واش نزيد لهم نفس الملعقة تاع الأكل من الفارينة، نزيد لهم نفس الملعقة كبيرة تاع المايزينا، ونزيد لهم كذلك ملعقة من السكر. واللي يحب الحلاوة يدير يضاعف السكر، يدير 2 ولا 3. نحركو بارد في بارد هكذا، المكونات بارد في بارد، ونحطوهم قبالة فوق النار حتى نتحصلوا على هاد الكريمة، فوالا. يتقالنا عفوا على هذا فلان عادي. نحاولوا نبردوه هكايا بالفوي، ونجيبوا هذيك السنيوه تاعنا اللي وجدنا البسكوي تاعنا فيها، ونفرغوه مباشره على السنيوه تاعنا هكذا. نحاولوا نغطيو كاع هذاك البسكوي، فوالا. شوفوا هاد الكريمه شحال هايله. هذا هو القوام اللي نحتاجوه. نحاولوا نحبطوا كاع هذيك الكريمه،
ونسويو الفلان تاعنا بهذه الطريقه، ما نحتاجوش الى فوي ولا ملعقه، هكا نحكمو سنيوه ونقعدو ندورو فيها حتى نسقمو السطح، ونخبطو هذيك الخبطه اللي موالفين نخبطوها باش نعدلو السطح. فوالا هكذا. هاد السنيوه نحطوها مباشره في الثلاجه باش تجمد لنا، لازم تشد لنا باش نديرو الطبقه الثانيه. نروحوا للمرحله الثانيه. واش فيها نصف ريتله تاع الماء. صافي في الوصفه تاعنا نحتاجو الى ريتله كومبلي تاع الماء تاع الحليب، عفوا، نقسموها في الطبقتين، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. فوالا، قلنا الطبقه الثانيه نحتاجو الى نصف ثاني من الحليب، يعادل 2 كيسان ونصف من الحليب. فوالا، نصف لتر من الحليب قابلها 2.5 من الحليب، 2.5 من الحليب. نعم، نزيد لها نفس المقادير اللي درتهم في المرحلة الأولى، ملعقة من الفارينة، وملعقة من السكر، وملعقة من النشا، نفس المكونات. فوالا، وشنو هو هنايا واش نزيدو؟ نزيدو لها ملعقة من الكاكاو البني، هذا الكاكاو البني، وعلبة من الفلان شوكولا، علبة من الفلان تاع الشوكولا. نفرغوها مباشرة فوق الحليب. وهنايا نديرو الشوكولا قطع كي تكون فوق النار، نخلطو بارد في بارد هكذا. وهنا لازم نكهوها بهذا الاكستري تاع الشوكولا، راهو يتباع في الاسواق عند اللي يبيعوا الحلوى. نديرو النكهه تاع الشوكولا هكذا باش تزيد لنا البنه، ونخلطو بارد في بارد ونحطوه فوق النار. وهنا في هذه الحاله نبداو نديرو هذوك القطع تاع الشوكولا ماكسون اللي درتهم انا اللي وريتهم لكم على الاول. نبداو نديرو تدريجيا، الخليط راهو فوق النار، نخلطوه حتى يتقال ونحيوه. فوالا، هاو القوام اللي نحتاجوه، هذا هو راهو دابت لنا الشوكولا وتحصلنا على هذا القوام. فوالا، نجبدو هذيك السنيوه من الفريجيدار اللي تكون جمدت لنا تماما، ونفرغو الطبقه الثانيه تاع الفلان تاعنا بهذا الشكل. الريحه تاع الشوكولا رائعه، يعني نفس الطريقه تخرج لنا تحليه شابه بزاف. فوالا، هكذا نسويو السطح تاعها باش يخرج لنا السطح مستوي. نخبطو نفس الطريقه نفس المراحل هكذا، ونحطوها في الفريجيدار حتى تجمد لنا مليح مليح، ضروري تجمد لنا. نروحو للمرحله الاخيره. المرحله الاخيره هي طبقه خفيفه، نحتاج فيها الى كاس ونصف تاع الماء، دايما هذا الكاس تاع 220 مليلتر، الكاس اللي بدينا به نكملو به. وهذا الماء من الحنفيه، ماشي محسوب بارد ولا يكون دافي. ونحتاج كذلك في الوصفه تاعنا علبه ثانيه من الفلان كراميل، يعني في الوصفه تاعنا نحتاج الى علبتين من الفلان كراميل، نديروها في الطبقه الاخيره. نفرغوها في الماء اللي درناه، ونزيدو نحتاجو الى كيس كيما هذا من نسكافيه. القهوه سريعه الذوبان ضروريه كذلك هي كانا باش يجينا هذاك الذوق تاع القهوه. هنايا نزيدو ليكستري تاع القهوه كذلك للنكهه باش يجي كلش قهوه، الذوق والرائحه وكلش قهوه.
فوالا نديرو هاد الكميه. يعني هاد المكونات نورمالمون متواجده في كل بيت. هاد لي زيكستري عندنا كاع في ديورنا. نخلطو بارد في بارد ونحطوها فوق النار، كي تغلى لنا نحيوها. فوالا هنا راني نحيتها فوق النار. نجبد السنيوه تاعي اللي تكون جمدت لي جيدا، ونبدا نفرغ هذيك الطبقه الاخيره. تجينا على شكل تجينا خفيفه. فوالا نفرغوها هكذا. يعني ننصحكم بهذه التحليه هايله وسهله، توجديها بكري وحطيها في الفريجيدار. بون هنايا انا خرجت السنيوه تاعي من الفريجيدار، راهي جامده نورمالمون. ونبدا نقطع فيها. هذه التقطيعه الاولى ندير زوج خطوط، نقطع ونحط الموس تاعي في الماء يكون دافي ونمسحو باش نزيد نقطع القطعه الدوزيام. ها هو الخط الثاني، انا درت زوج خطوط على زوج خطوط. هنا درت انا القطع تاعي يكونوا كبار شويه، واللي تحب ديرهم صغار تنقص. ندور السنيوه تاعي ونزيد نفس الشيء كيما قطعت هنايا زوج بالطول، نزيد ندير زوج بالعرض، ونمسح الموس تاعي ونقطع باش تجينا الخدمه نقيه. فوالا هكذا من الاحسن تكون التحليه تاعكم هذه جامده. انا ما خليتهاش تجمد بزاف باش نكمل لا فيديو ونوري لكم القوام تاعها. هنا انا كنت طلعت لا شانتيي تاعي بكاس حليب مع يكون بارد وكاس شانتيي، طلعتهم ونبدا ندير دي غوزاز فوق كل قطعه. تحبوا ما ديروش لا شانتيي ما ديروش لا شانتيي. التزيين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزين الكيكه تاعو ولا التحليه تاعو. فوالا انا درت لها دي غوزاس هكذايا. دي بتي غوزاس. وكما قلت لكم تزيين اختياري. هنا كانوا عندي حبيبات من الشوكولا دائرية الشكل، وحطيتهم فوق هذيك لي غوزاس تاع لا شانتيي. فوالا هكذا. ومع الاخر واش نقول لكم، تحليه تفرحوا بها العائله تاعكم من كثره البنه تاعها، ما تقدروش تستغناو عليها. شوفوا هنا قطعتها طبقات راهم باينين. شوفوا البسكوي والطبقه تاع الفلان كراميل والطبقه تاع فلان بالشوكولا، وهذيك الطبقه الرهيفه الفوقانيه يعني تحفه. واش نقول لكم، تستاهل هذه التجربة. شكرا على المشاهدة، ونتلاقاو إن شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. سلام.